في ناس مفكرة إن دخول نادي المليونيرات عن طريق الادخار. لا، لازم أقولك الحقيقة الصادمة. الادخار لوحده مش هيخليك غني. انت ممكن تحوش طول حياتك وتلاقي نفسك في الآخر مفلس. الفرق بين اللي بينتهي بالحال مليونير واللي بيفضل على الصفر مش في إنه بيوفر أكتر، لكن في حاجة تانية تماما. في الفيديو ده هفكلك اللغز، هقولك الخطأ اللي بيضيع تعبك، وهديك خطوات اللي تخلي فلوسك تكبر وتشتغل ليك. صدقني بعد الفيديو ده هتشوف الفلوس بطريقة مختلفة 100%. الادخار لوحده مش كفاية. خلينا نتكلم عن خرافة الادخار وإننا بنحطه في أكبر من حجمه. الادخار في حد ذاته شيء مش وحش، بل بالعكس ممكن يخليك مطمن لو حصل ظرف مفاجئ. لكن لو عاوز تبني ثروة حقيقية لازم تشغل فلوسك. فلو حطيت الفلوس في البنك هترجعلك بفوائد قليلة، في حين لو استثمرتها وخليتها هي اللي تشغل نفسها هترجعلك بمبلغ أكبر. الادخار لوحده مش كفاية. الثروة بتيجي من الاستثمار، من تنمية المهارات، تعلم حاجات جديدة، إنشاء مصادر دخل متعددة، مش من إنك تدخر وبس. الادخار أداة، لكن الاستثمار هو الطريق الحقيقي للغنى. هل في اعتقادك إن فلوسك اللي انت حاططها على جنب أو في البنك دي في أمان؟ لازم تعرف إن التضخم بيسرقك كل يوم، وكل جنيه في حسابك يساوي أقل كل سنة. يعني لو معاك 1000 جنيه في البنك، بعد سنة الرقم ده هيفضل زي ما هو، لكن القدرة الشرائية بتاعته هتقل بشكل كبير. مش هتقدر تشتري بيها نفس الحاجات بعد سنة. الاعتماد إنك تسيب فلوس مركونة في البنك أو في أي مكان ده يخليك تخسر كتير من غير ما تحس. في اعتقاد خاطئ عند كتير من الناس إن أغلب الأغنياء وصلوا اللي هم فيه ده بسبب ضربة حظ أو مجرد ادخار، لكن على العكس هم ابتدوا خطوة بخطوة في طريق الاستثمار لغاية ما وصلوا للمستوى ده. نصيحة أخوية، بطل تسمع نصايح زي الاستثمار في العملات المشفرة هيخليك غني في يوم وليلة. معظم الأغنياء كبار في السن، لأن الاستثمار طريقه طويل، لكن هو ده الطريق الوحيد للغنى الحقيقي. خلاصة الكلام، ركز إنك تزود دخلك أكتر من خفض التكاليف. خليك صبور، الثراء ما بيجيش بين يوم وليلة، لازم يكون عندك نفس طويل وصبر على الاستثمار. طبعا ابعد عن الديون والقروض اللي بتاخدها عشان تشتري حاجات مش ضرورية وتبدل فلوسك. آخر حاجة وأهم حاجة، ما تخافش تغلط. الغلط ده شيء طبيعي، ده جزء من الطريق. المهم إنك تتعلم وتكمل الطريق. وهنا بيجي سؤال محوري، هما ازاي الأغنياء قدروا يعملوا الفلوس دي كلها وهم ابتدوا من الصفر؟ السؤال ده هتلاقيه في الديسكريبشن. لو عجبك الفيديو ده ادعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان توصلك حلقاتنا أول بأول.